عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني بعدما حقق فوزا سهلا على إسبانيول بهدفين من توقيع أسطورة المدافعين وقيصر ريال مدريد دير ميليتاو، وهدف صاروخي من خليفة بينالدو في منطقة الجزاء كيليان مبابي. وسبب فوز ريال مدريد دائما بفرق هدف أو هدفين فقط هو أن طبيب رونالدو الذي منع عنه المراوغة كي لا يصاب قام بمنع ريال مدريد أيضا بعدم تسجيل أهداف كثيرة، لأنهم سيحتاجونها في الكلاسيكو لتسجيل هدف الشرف. الفقاعة فرانك ماستانتيونو لعب مع ريال مدريد 6 مباريات بمعدل شوطين في كل مباراة و90 دقيقة في كل مباراة. فعلا ماستانتيونو أفضل من يامال في عدم الصناعة والتسجيل. ونقدم لكم معلومة القليل من يعرفها، وهي أن جود بيلينغهام وبيدري لديهما تمريرات حاسمة متساوية هذا الموسم، على الرغم من أن بيلينغهام لم يلعب سوى 20 دقيقة هذا الموسم. في هذه اللقطة قرر الحكم صحيح ولا يوجد عليه أي غبار، لأن الخطأ من مدافع إسبانيول الذي حاول أن يضرب رجل ماستانتيونو، ومنه فإن لاعب إسبانيول هو من يستحق الطرد وليس فرانكو. وتأكد رسميا غياب لامين يامال عن صفوف فريقه برشلونة في المباراة التي ستجمعه بفريق خطافي، في الوقت الذي يطالب فيه فليك لاعب فريقه بالتركيز على المباريات والنوم مبكرا لتضييق الخناق على ريال مدريد وريال بيتيس. هذا ما يقوم به يامال في الليل. أنا لا يا عمري، أنا أموت فيك أنت. طيب قوليها، لا نفسي أسمعها. قولي أعشقك.